المصري للشؤون الخارجية. سيادة اللواء أهلا بك إلى هذه الساعة الإخبارية. إذن مناورات عسكرية مشتركة بين مصر والسعودية على أن تضم دول خليجية أيضا. يعني نتابع معك بداية دلالات وأبعاد مثل هكذا مناورات مشتركة بين قوتين عربيتين كبيرتين والتي تأتي في مثل هكذا توقيت اليوم. هو طبعا المناورات العسكرية المشتركة هي أرقى أنواع التدريبات المشتركة بين الدول، وخاصة دولتين لهما ثقل إقليمي سياسي وعسكري مثل مصر والمملكة العربية السعودية، وبالاشتراك مع باقي دول الخليج العربية. كون هذه المناورة ستنفذ على أرض المملكة العربية السعودية أيضا، فهذا الموضوع له دلالات كثيرة. الدلالة الأولى أنها تعتبر قوة ردع عربية لمن تسول له نفسه أن يكون له أي أطماع في المنطقة العربية أو في أي دولة عربية. النقطة الثانية تعتبر دعم معنوي ومادي كبير جدا لليمن ولعملية عاصفة الحزم. النقطة الثالثة أنها أيضا هذه المناورة وهذه القوى المشتركة تعتبر خطوة متميزة في اتجاه تكوين القوى العربية المشتركة، والمجتمع الدولي الآن مهيأ ويقبل تكوين مثل هذه القوى المشتركة، وأيضا وجود مناورات مشتركة بين الدول العربية. يعني باختصار يمكن أن نقول إذا كان لكل دولة عربية قوات مسلحة تمثل درع وسيف، فأصبح للأمة العربية دروع وسيوف. طب سيادة اللواء، يعني أيضا هل من رسائل معينة يحملها أو تحملها مثل هذه المناورات المشتركة، وهل هي موجهة ل يعني شخص أو هدف معين، أم أنه كما ذكرت في بداية حديثك هي موجهة لكل من تسول له نفسه أن يكون له أطماع في المنطقة بشكل عام؟ لا طبعا، انت يعني عشان نتحدث بصراحة شديدة، نعم. الدول العربية ليس لها أطماع في أي دولة أو خارج الإقليم. الدول العربية تريد أن تحمي نفسها وتحمي حدودها وتحمي كيانها كدول، وبنرى دول إقليمية زي إيران وتغلغلها في اليمن ومساندتها المعنوية والمادية للحوثيين بشكل واضح وعلني. هذا تهديد واضح ومباشر للأمن القومي الخليجي وبالتالي للعربي والمصري طبعا. الردع هنا واجب ولازم، ويعني العرب حلموا كثيرا بتكوين قوة عربية مشتركة، ووجود مناورات عربية مشتركة على مستوى عالي جدا مثل هذه المناورة. فآن الأوان يعني أن يتحقق هذا الحلم، وده يعني أنا بعتبره لحظة تاريخية ذهبية، يعني هيسجلها التاريخ بأحرف من نور، خاصة اللي ابتداها مصر والمملكة العربية السعودية ودول الخليج. نعم. طب هل لهذا يعني القرار من خلال قراءتك ربما علاقة أو ربط بتدخل عسكري بري مرتقب ممكن أن يشهد اليمن في الفترة المقبلة سيادة اللواء؟ هو طبعا عملية عاصفة الحزم هدفها النهائي هو تقليص وتدمير وتقليص الإمكانيات العسكرية للحوثيين، وتجعلهم يجلسوا على مائدة المفاوضات ضمن كل الفصائل اليمنية. المرحلة الجوية حاليا بتنفذ وبنجاحات كبيرة. إذا لم يرتدع الحوثيين ويجلسوا على مائدة المفاوضات، من المحتمل طبعا أن يكون تدخل بري وبمساعدة القبائل الموجودة اليمنية، وبالتالي لما لا أن تكون هذه المناورة قوة، إضافة إلى أنها قوة ردع، أنها نواة للقوة البرية التي
ستقوم بمساعدة القوى الموالية للشرعية في اليمن من قبائل أو قوات مسلحة يمنية موالية للشرعية. يعني ذكرت أيضا أنه هناك أيضا علاقة لهذا القرار بدعوة ربما أمين عام جامعة الدول العربية لقادة جيوش أركان الاجتماع للتحضير لقوة عربية مشتركة، ولكن هل نستطيع القول اليوم أنه هذه الفكرة أو فكرة هذه القوة بدأت تتبلور عبر هذه المناورات العسكرية المشتركة اليوم؟ طبعا يعني هو الحقيقة المملكة العربية السعودية ومصر ودول الخليج كان في رؤية منذ زمن طويل للتدريبات المشتركة، وكان في تدريبات مشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وكثير من الدول الخليج، إضافة إلى وجود كيان عسكري اللي هو قوات درع الجزيرة. هذه التدريبات المشتركة يعني الحقيقة سهلت كتير جدا فكرة الاشتراك في عاصفة الحزم، وهذه القوات متآلفة مع بعضها تماما، متنفذ العملية مع بعض، إضافة إلى أنها بتسهل جدا وبصورة عالية جدا تكوين القوى المشتركة. يعني هذه رؤية كانت الحقيقة منذ زمن طويل، وكانت رؤية سابقة ومتميزة، وإن شاء الله يعني المستقبل يحمل الكثير من النجاحات ويحمل الكثير من الخير لأهل هذه المنطقة. في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة بشكل عام، يعني سيادة اللواء، الملف اليمني اليوم يعتبر الأسخن والأبرز، ربما هل يمكن أن نشهد لمثل هذا التعاون؟ يعني هل يمكن أن يؤدي دوره خارج إطار اليمن، يعني في بلدان أخرى؟ نتحدث عن ليبيا مثلا. طبعا يعني انا بتصور ان يعني رغم من محنة اليمن وما تحويه من يعني مأساة لنا جميعا كعرب، الا انها افرزت القوى العربية المشتركة، وافرزت تعاون عربي عسكري كنا ننتظره منذ زمن طويل. النجاح يولد النجاح، وبالتالي ان شاء الله يعني انا متوقع ان بعد انتهاء أزمة اليمن وردع دول التي من خارج الإقليم التي لها أطماع في منطقة الخليج أن تكون أيضا هذه القوة قوة ردع لما يحدث في ليبيا، وتساند العراق وتساند سوريا. النجاح يولد النجاح، وإذا كانت هي حلت مشكلة اليمن، لما لا أن تحل مشاكل موجودة أخرى في الإقليم؟ خاصة أن أي تحالف جاي من خارج الإقليم هو تحالف جاي بأجندته وجاي باتجاهاته. وهذه القوة قوة عربية خالصة تعمل خالصة لأهداف الدول العربية. طب هامش يعني أو إطار تدخل يعني مثل هذه القوى والتعاون سيادة اللواء في أقل من دقيقة لو سمحت، يعني كيف يمكن أن يكون، أو ربما بأنه كونه اتفاق بين كل هذه الدول يمكن أن يكون إطار تدخل مفتوح به؟ هو القوى العربية المشتركة طبقا لقرار جامعة الدول العربية اديت 4 شهور. الدول اللي ترغب في الاشتراك هترغب في الاشتراك، وهذه القوة هتتكون في تقديري من قوات جوية وقوات لها طبيعة خاصة، إضافة إلى باقي القوات الموجودة في الدول العربية. شكرا. ودي نقطة جيدة جدا، وأنا بعتبر إنها القوى العربية المشتركة ولدت يعني من الآن في عاصفة الحزم. شكرا لك. من القاهرة لواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. ونترككم الآن